عمرك جربت تتكلم مع واحد ميت؟ وانا بصور في المقابر قبل كده قابلت واحد وسلم عليا، وبعدها لما بحكي لاهل المكان قالوا لي ده الشيخ فلان حبك وطلع يسلم عليك عشان هو مات من يجي 200 300 سنه. لو متابعني اكيد شفت في فيديوهاتي حاجات غريبه زي البير المسحور وقصص غيرها كتير ما يصدقهاش العقل، ولكن صدقني مش كل القصص اللي سمعتها كنت بقدر اصورها. بدايه عملي للفيديوهات جت اصلا من حبي للقراءه والكتابه. بحس ان بالقصص والحكايات بهرب من العالم، وكل حكاية بسمعها بحولها لقصة مكتوبة. وفي خلال رحلتي اللي بدأتها بين الأقاليم المصرية سمعت حكايات وعالم تاني من الغموض، حاجات ناس بتحلف إنها حصلت رغم إنها مش موجودة في أي كتاب. ومن وقتها تحول السفر والكتابة بالنسبة لي من مجرد هواية لشغل وشغف. ولكن كانت أغرب قصة بالنسبة لي اللي اتقالت لي من راجل عجوز في قرية، حكالي عن حكاية حصلت في القرية دي من يجي 3000 سنة، وأهل القرية لغاية النهاردة لسه بيحكوا يتحاكوا بيها. حاولت اصورها فيديو معرفتش، دورت على اثر ليها برضو ما لقيتش. وخلال سنين دراستي للتاريخ والاثار جمعت حكايات كتير جدا من الناس عن القرية دي، وكتبت كل اللي سمعته في رواية، وسبت الرواية وسط الكتب بتاعتي ونسيتها. تابعني في الفيديو الجاي عشان اقولك ايه اللي حصل وايه هي الرواية بتاعتي اللي هنشرها في معرض القاهرة الدولي للكتاب. واهلا بيك من روايتي الاولى، بحييك.